للأسف رسميا راح يكون الموسم القادم 100% راح يكون في لاعب صهيوني بالبريمير ليج، سواء بقي مع ليدز يونايتد أو انتهت إعادته ورد إلى توتنهام. مانور سولومون للأسف، I hate to say it, I hate to confess، أكره إني أعترف وأقولها، إن بدع مع ليدز، إن سجل هدف الفوز. هذا غير الصيحة الحقيرة اللي قالوها جماهير ليدز إن هذا نجمنا يكره فلسطين. صيحة بس إن نادي استنكر، كان في كوندمنيشن زين، يعني كوندمنيشن هذا كان يعني إن استنكار إن أي صيحة ضد عرق معين أو يعني أحزاب أو إن ضد جماعة معينة كان في على الأقل استنكار. لكن هذا اللاعب للأسف راح يكون موجود في البريمير ليج الموسم القادم. شلون راح يتعامل مع لاعبين مسلمين أو مع القضية؟ نقول مثلا صلاح، مزراوي، ريان تنوري، ساموسي خلاص طاح، في بعد في لاعب هم، بعد في لاعبين كذا واحد مسلمين ومع القضية. ف بالايديال وورد، بالعالم المثالي، يقول لا لازم يسلم عليه، والرياضة بصوب والسياسة بصوب، ما يصير نخلطهم، ما يصير يكون في كونفليتنج، انه ما يصير نخلطهم مع بعض. لكن للاسف الواقع غير عن العالم المثالي، الحمل الورديه هذه اللي نشوفها. اللاعب نفسه يدعم الاي اف، يدعم الجيش الاجرامي اللي ينكر واللي قاعد يقتل الفلسطينيين هناك، يمدحهم ويقول ان هذا يحاربون الارهاب، وان يعني كلامهم التافه المكرر هذا، السرديه الخايسه اللي نسمعها كل يوم. فانا اشوف صلاح شنو راح يتعامل معه؟ هل راح يكون في مد ايد، او ان الفست سلام البوكس هذا، الفست نفس ما سوى زيدان بالمانيا، او اعتقد كان مع نادي سويسري، او اعتقد سويسري او الماني. فمزراوي، رنين نوري، شلون راح يتعامل معه؟ لا احد يقول لا لازم يطلعون في لاعب خليه يتحمل، لا هو الشاذ بينهم، ان هو البلد التافه اللي ما هو بلد اصلا راح يتعاملوا معه بطريقه اكيد راح يكون في controversial، شيء مثير للجدل، راح يكون في اشياء الحين ما نعرفها، و the future holds، ما ندري شنو راح المستقبل، يعني اشياء راح مفاجآت نظرتنا مع اللاعب التافه الخنزير هذا. للاسف راح يقول يعني هو مستواه زين، اكره اقولها، انه راح ينجم مع ليدز او مع توتنهام، راح يكون له مستوى ومستقبل يعني. لكن ما نبي يكون المستقبل هذا، يعني احنا نشوف التاريخ التافه مالهم، بن هايم، بن سهر بورسموث عندنا، وبن هايم بعد عندنا كان، بن عيون. ما نبي هاللاعبين يتكاثرون، ما نبيهم، خاصة ان بلدهم يعني مو مع الرياضة، لا هي بالسياسة. فلما يطلع واحد يمثل البلد التافه هذا، وممكن في لاعبين يقولون ما نبي، ان احنا مقاطعة، ممكن ما نبي نلعب اذا هو لعب، فممكن ما يبي يشارك بالمباراة، نفس ما سوى مرسي لما كان ما رفع الالوان. في ممكن تكون قضية نفس الشيء، انه ما بيلعب اذا يعني واحد اختار انه ما يلبس الكابتن مالت الالوان، واحد ما يبي يواجه لاعب صهيوني، فهو بالاخير اوبشنز يعني حقه، هذا خيار. ما هو محترف، ممكن بالعقد ممكن يخصموا راتبه، ممكن يعاقبونه باي طريقه كانت، لكن ما تدري ايش يصير. الاشياء هذه فوق، صراحه فوق الرياضه. انا عندي القضيه فوق الرياضه، انت احترافي، عندك عقد، عندك سبونسرز مع شركات. انا اشوف ان القضيه هذه اللي يبيعها او يتساهل فيها هو يعني شخص يعني خذل نفسه اول شيء للاسف. فشنو راح يكون؟ وهل راح تكون في صيحات ضده، صيحات سياسيه معاه؟ ما ادري شنو بيصير، ما ادري. افكر ليدز، توتنهام، يعني انا راح اروح ان شاء الله الوجهه القادمه راح تكون ويجن، راح اروح ويجن، ما راح يكون في احتكاك معه. راح اروح نيوكاسل، ساندرلاند، ميلزبرا، كارلايل، يعني جريمس، يعني انديه مو مشهوره ممكن، او انه ما له علاقه باللاعب هذا، بس لو واجهوه مثلا، شفته مثلا، لو قلت له فري فلسطين، هل راح يتعاقب مثلا؟ هل راح يكون في شيء ضدي؟ هل في احد راح يتقطع علي؟ او على المشجع بشكل عام، مو بس انا يعني. كلام غريب، ما تلقى له جواب حاليا. لكن دام ان هذا اللاعب راح يكون موجود، راح تصير مشاكل وتصير مشاكل وتصير مشاكل، اضمن لكم مليون بالمية. دام فيه اللاعب هذا واي خنزير ثاني معاه صهيوني يلعب بالبريمير ليج، راح تكون في مشاكل، راح تكون في مشاكل. بوسنيق ولا منطق من عيون بالزاويه راح تتكرمكم باللاعب هذه، صيحه راح تنقض، لاعب يسجل موقف ما يندرى. لكن دام في مانور سولومون، اللي هو سليمان بالعربي، النبي سليمان سولومون، راح تكون في مشاكل.